ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يلا بقى هاتوا اي ازازه موجوده عندكم في البيت ومسدس الشمع، والنهارده هنعمل فكره ان شاء الله تعجبكم. فازه مشهوره جدا وغاليه قوي، احنا هنعملها ان شاء الله في بيتنا بكل سهوله. هجيب الازازه طبعا وانضفها كويس، واكون مسخنه مسدس الشمع اهم حاجه كويس جدا، وهرسم عليه نص وش. هنشوف مع بعض دلوقتي. وطول ما انتوا مسدس الشمع سخن جدا وبتمشوه على الازازه، لما تيجي تمشوه على الازازه ما تلزقوهوش، يعني ما تبقاش الطرف بتاعه لازق في الازازه، علشان الدايره مش هتطلع معاكم مظبوطه والرسمه مش هتطلع مظبوطه. تكونوا رافعينه سنه عن الازازه، ما يكونش لازق فيها. هنرسم زي نص وش كده، يعني مناخير وعين وشفايف. واعتقد كتير مننا عارف الفازه دي كويس قوي، وهتترسم معاكم ان شاء الله بكل سهوله مادام مسدس الشمع سخن. دي تقدروا تعملوها بفازة زي دي، لو برطمان اي حاجه موجوده عندكم. اهو رسمت كده نص الوش زي ما انتم شايفين، طلع معايا كده بالشكل ده. دلوقتي بقى هجيب دهان بلاستيك، ده النوع اللي انا بستخدمه، ممكن تستخدموا اي نوع متوفر عندكم، ولو تستخدموا كمان النوع النص لمعة بيبقى حلو برضو. جبته وخففته شوية مية بشوية مية صغيرين، وهبدأ أدهن الفازة بتاعتي بطريقة الدق. يعني بستخدم فيها اسبونجة اهي. جبت الاسبونجة وهبدأ بطريقة الدق دي زي ما انتم شايفين كده، كأني بدق عليها، مش بمسح عليها باللون، علشان انا عايزة الدهان عندي يطلع بارز شوية علشان يدي شكل وقيمة اكتر للفازة بتاعتي. اتمنى اللي وصل معايا للجزء ده يضغط لايك، وتقولوا لي رايكم في الفيديوهات اللي انا بنزلها لكم، ولو حابين فكره معينه اكتبوا لي في الكومنتات واحنا ننفذها مع بعض. هنا وانا بديها طبقه تانية من الدهان، وكمان على فكره القاعده بتاعتها اللي باينه دي انا برضو هدهنها، بس انا بسيبها في الاخر لما الفازه كلها تنشف ببدا اعمل الجزء ده، علشان لو انا دهنتها وجيت وقفت الازازه هي مش هتنشف، وكمان هتطلع في الورقه اللي انا بدهن عليها. فخدوا بالكم طبعا من ده كويس، وخدوا بالكم ان انتوا توحدوا لونها كلها. واجمل حاجه في الدهان البلاستيك ان هو ما بياخدش ابدا وقت وبينشف بسرعه. اهي نشفت معايا وبقت عندي بالشكل ده، زي ما انتم شايفين الرسمه وضحت اكتر. ودهنت القاعده زي ما قلت لكم. عندي بقى انا الجزء اللي هو بتاع الازازه من فوق الرفيع ده، هلف عليه كله من خيط الخيش. انتوا لو عندكم اي خيوط تانية او اي الوان طبعا انتوا حابينها هتليق مع الابيض جدا، وحتى لون الفازه تقدروا تغيروه تعملوا اي لون تاني، دي حاجة طبعا ترجع لكم انتوا. وهبدأ ألف على الجزء كله من خيط الخيش. اهو لفيت الجزء اللي فوق بقت عندي بالشكل ده، طبعا بيغير في الشكل تماما وبيديها قيمة اكتر. وهعمل كمان الجزء اللي تحت، هعمل جزء صغير من تحت، مش الجزء اللي تحت كله، هعمل جزء بس صغير علشان يديني شكل جمالي ونبروز الفازة بتاعتنا كده بشكل شيك. اهي زي ما انتوا شايفين ببدأ كده ألف وأضمهم على بعض، وبرضو بضيف لزق. أنا هنزلها بعيد عن البق شوية عشان تبقى شكلها أشيك. أهي بقت عندي بالشكل الجميل ده، وهوريها لكم دلوقتي. وهي فيها الهيش اللي طالع جديد جدا وحلو قوي. شايفين شكل الفازة؟ اعذريني هنا التصوير كان ضلمة شوية، كان النور قاطع. فأتمنى يكون عجبكم، وأتمنى الديكورات تكون عجبتكم. ما تنسونيش باللايك، عشان اللايك ده تقدير منكم. دي ديكورات عملناها برضو في القناة، هسيب لكم اللينكات بتاعتها في صندوق الوصف. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم، ولايك حلو منكم، بحبكم قوي. وانتظروا بقى فيديوهات كتيرة جدا في سلسلة الترندات. باي باي.